السلام عليكم إخواني وأخواتي في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على 5 أشياء لا أنصحك بفعلها إذا ذهبت إلى المغرب. أول شيء وهو إذا ذهبت إلى مقهى لا أنصحك بالأكل باليد اليسرى، لأن الأكل باليد اليسرى عندنا كمغاربة في المغرب قلة أدب وقلة احترام للأكل، فلا أنصحك أبدا بالأكل باليد اليسرى. حتى ولو كنت لا تجد الأكل باليد اليمنى فأنصحك بأن من الأفضل أن تحاول الأكل باليد اليمنى لتنال إرضاء المغاربة واحترامهم. ثاني شيء وهو قبل أن تذهب للمغرب عليك أن تتعلم اللهجة المغربية على الأقل 50% لكي تجد التواصل والحديث معهم، ولا تبقى فقط مصدوم فقط، لأن صراحة اللهجة المغربية ليست صعبة كما يعتقد الجميع معظم العرب. فاللهجة المغربية سهلة، فقط إذا أردت أن تتعلم لها يجب أن تكون لديك الرغبة وسوف تتعلم لها بكل سهولة. ثالث شيء وهو قبل الذهاب للمغرب عليك أن تعرف ماذا تريد أن تشتري، وتتعرف على أثمنة المشتريات التي تريد أن تشتريها، لأن صراحة في المغرب توجد نسبة النصب مرتفعة جدا، خصوصا إذا عرفوك المغاربة أجنبي، فسوف يتم الاحتيال والنصب عليك بطريقة خرافية. من الأفضل أن تتعرف على أثمنة المشتريات التي تريد أن تشتريها، ويستحسن أن يرافقك صديق أو صديقة لتكون رحلتك أكثر استمتاعا، ولا يتم النصب عليك في مثل هذه الأشياء. رابع شيء وهو تجنب الإهانة أو عدم إهانة إلى المرأة المغربية. لا أنصحكم بفعل هذا الشيء، لأن المرأة المغربية عندنا كمغاربة مثل شيء مقدس عندنا، فيه أمنا أختنا بنتنا، صراحة شيء مقدس عندنا. تحية للمرأة المغربية، ولا أنصحكم أبدا بمحاولة الإهانة لها أو قول لها ألفاظ لا تناسبها أبدا. خامس شيء وآخر شيء هو عدم أو تجنب العبث في المغرب، لأن أنت في المغرب في دولة يمتد تاريخها إلى 12 قرنا، دولة الحضارات، دولة التاريخ، دولة تزخر بالمآثر التاريخية وأماكن جد رائعة. فأنت في المغرب استمتع بوقتك وتجنب العبث، لأن صراحة الشعب المغربي شعب نشيط، يحب الاستمتاع، يحب الضحك، يحب الكلام، شعب كريم، يحب الضيف ويرحب به. فاستمتع بوقتك وتجنب العبث والقلق. هذا كل ما يوجد في الفيديو. إذا نال الفيديو إعجابكم أتمنى أن تضغطوا لايك وتفعلوا زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد. إلى اللقاء. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.